السلام عليكم. طبعا اليوم خرج موقع عبري يشير فيما لو تم ضرب السد العاذي لا قدر الله في مصر، سيكون هناك بحد زعمهم انه خلال 3 ايام قرابة 2 مليون قتيل ما بين الاقصر واسوان، وكذلك الامر هذه الفيضانات ستمتد وصولا الى القاهرة، وبالتالي سيرتفع عدد القتلى لا قدر الله الى 20 مليون، ومع قطع للكهرباء والماء ووسائل التواصل. طبعا هذا الموقع العبري مثل مواقع عبرية كثيرة حقيقة اللي كانت توعز لاحتلال سيناء، اللي كانت توعز حقيقة للهجوم على مصر. عند حزب الليكود تحديدا الإسرائيلي وعند القيادات العسكرية الإسرائيلية، مصر وجودها بهذه القوة هاجس أمني، هاجس عسكري، هاجس وجودي، وبالتالي هم يرون أن مصر متكتمة ناحية الصناعة العسكرية وقدرة جيشها وقوتها. عدد سكان مصر أيضا عدد كبير، وبالتالي اليوم مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتقدم اقتصاديا. هذا الأمر يشكل لا شك هاجس لدى القيادات الإسرائيلية بأن قدرة مصر الاقتصادية ستنعكس إيجابا لا شك على الجيش المصري، وبالتالي هم بالنسبة لهم خصوصا هم يرون أنه بعد الذي حدث في غزة والذي حدث في لبنان والذي حدث على الأرض في سوريا قد يكون بوابة، وقد يكون الوقت سامح بحسب تصورهم الآن لعمل معين تجاه جمهورية مصر العربية لا قدر الله. هم يرون جمهورية مصر العربية دولة قوية كبيرة، استمرارها بهذه القوة منذ آخر حرب 73 إلى هذه اللحظة هي دولة مستقرة، اقتصادها ينمو، الشعب المصري ينمو، الجيش المصري يكبر، التصنيع العسكري أيضا يتميز، كذلك الأمر جهاز المخابرات العسكرية المصرية له صولات وجولات في قلب تل أبيب. لذلك طبعا هذه المواقع الإسرائيلية كأنها توعز لحزب الليكود بتحرك ما، بجس نبض ما، لكن بإذن الله مصر عزيزة. وهذا أيضا يدعو جميع الدول برمتها رسالة حقيقة من مواطن عربي: دعم الاقتصاد المصري بوجهة نظري هو دعم قومي، دعم عربي، واجب حقيقة علينا. وجود مصر قوية بجيش قوي هو حقيقة بوابة للدفاع عن العرب بالمجمل ضد هذه الدولة المحتلة المسماة بإسرائيل.